وعلى رأي المثل ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، دي أكبر كدبة اتورثناها وشرعنا بيها بالأذى جوه بيوتنا. والبنت تروح لباباها مضروبة ويقول لها يا بنتي ده ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. لو فاكرة إن الضرب والإهانة دليل غيرة وحب، يبقى أنت بتشربي من السم في كاس العسل. شوفي دينا خطيبها عصبي، وكل ما يغلط فيها أو يمد إيده خفيف ويشدها من دراعها يصالحها بكلمتين ويقول لها أنا بغير عليكي من الهوا الطاير. دينا بتعدي وتقول أصل قلبه أبيض وده ضرب حبيب عادي، وهو وعدني إنه مش هيعمل كده تاني. دينا اتجوزت وبقت كل أسبوع الجيران والشارع بيتفرجوا عليها. دينا ما كانتش فاهمة إن اللي بيحب هو اللي بيصون، وإن اللي بيمد إيده مرة هيمدها 1000 مرة. والإهانة عمرها ما كانت تحبيشة للحب، ده السم اللي بيموته. الحب يعني أمان، ولو الأمان ضاع مبقاش فيه حب. مفيش زبيب طعمه حلو لو كان جاي بكسرة نفس وإهانة. والخطوط الحمراء في الاحترام مفيهاش هزار، واللي بيكسرك النهاردة إزاي هتنامي في حضن تاني وتحسي بالأمان؟ وقوليلي بصراحة، هل شايفين إن في أي مبرر في الدنيا يخلي الراجل يمد إيده على واحدة ست؟